فينا عامل وفلاح من اهالينا ريسنا ملاح ومعاكينا عامل وفلاح من اهالينا ومنا فينا الموج والمركب والصحبة والريس والزينة التشكيله بتاعتنا بالنسبه للملح بتاع الجمعيات ادونا للفدان 4 تشويله وهو له 6. والميه تعبانه ما بنشوفهاش بالسنه. يا استاذ عماد الميه تعبانه عندنا ما بنشوفهاش بالسنه من العام للعام. فين الميه بتاعت زمان اللي كنت انا وانت وابويا وابوك بيشرب منها؟ دلوقتي ما فيش ميه خالص ولا حتى تغسل ايدك بميه ملاقيينها الا البيار. اتكلم عن النقابه. اسمي شديد علي خفاجي من قريه قلمه مركز اليوب. اولا بنشكر النقابه على تواجدها معانا طول الفتره اللي فاتت ديت في حل مشاكل المزارعين، منها مشكله الميه وتطهير الترع لوصول الميه للناس، لان الميه دلوقتي في حاجات كتير بتؤدي لعدم وصول الميه للمزارعين. اولها الصرف الصحي اللي بيترمي في الترع اللي سدد الترع عندنا في البلد وعامل لنا مشكله خطيره جدا. والصرف المغطى اللي اتعمل الصرف مش مظبوط او ملوش جدوى، لان حايش الميه الزباله بتتعمل قدام المواسير سد كتمه المواسير. فالرجا من وزير الري والناس الري المسؤولين بالقليوبيه تطهير الترعه لكي يصل المياه للارض الزراعيه. تاني حاجه ان النقابه بتساعدنا على حل مشاكل المزارعين، منها مشكله التقاوي، لان التقاوي النهارده بعض الشركات الغير مسؤوله بتضرب انواع التقاوي بالذات الخضار، وده احنا بنعاني منه كتير جدا دلوقتي. ومشكله تانيه مشكله السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اطالب من السيد رئيس الوزاره ان يرجع لنا الفلاحه القديمه بتاع زمان اللي هي كانت بيجيبوا لنا بهايم بتلو صغير يدوها لنا بالتقسيط نربي ونرجع للجاموس القديم بتاع زمان اللي هو بتاع جدودنا. انما دلوقتي بيجيبوا لنا البهايم ما بتستحملش اي شويه مرض، والحمى اللي جت خربت بيت الناس وما سمعناش اي مسؤول نزل ولا الوحدات البطاريه شغاله معانا في اي حاجه. يعني احنا نسال مين ونتكلم مع مين؟ مش لاقيين حد نتكلم معاه. عاوزين احنا بقى بعد الثوره يبقى قلبنا كلنا ابيض ونشوف الفلاح ده اللي مهدور حقه. يعني عندنا البقره عند ما سخنت العوض على الله، على ما اجيب الدكتور من الوحده ما بيخرجش معايا اساسا. انا ما بقتش اعرف في دكتور ولا لا، عندي وحده بطاريه مقفوله اهي. وتعالوا على السهوه وبصوا ما تقعدوش في المكاتب لان المكاتب ما تنفعش. عايزين ننزل مفاجآت، مش هكنص لك الطريق والاخر مش لاقي اكل اكله. ادي ذره من قله الملح مفيش في الكوز، والدوده بتاع القوطه طلعت كلت الكوز. ادي الكوز الميته. اعمل ايه اكتر من وتعالوا شوفوا على الطبيعه. احنا الدوده الابسلوته خربت بيت البلد ومش لاقيين لها حل. ايه حلها؟ احنا موجودين كفلاحين اهو، يعني حاجتنا عدمت. طب ناكل البهايم مرض رخرة عشان تعدم اكتر ما احنا خربنا؟ عوضتوا الفلاح؟ العلف فين العلف فين بتاع زمان الاخضر اللي كنا بنستلمه بالتموين، وبعد العلف والذره الاصفر اللي كنا بناخده منكم. احنا دلوقتي بقناش ناخد حاجه خالص. طب الفلاح ده اللي هو خربان يعمل ايه؟ يعني احنا عاوزين حلول من الساده المسؤولين. عاوزين حلول من الساده المسؤولين كفلاحين. كنقابه فلاحين، النقابه العامه للفلاحين. النقابه العامه للفلاحين. وغلبنا كلام. فين دور الجمعيه الزراعيه؟ فين دور الاصلاح الزراعي اللي كان بيجيب البهايم والعجول دي للفلاحين والاغنام؟ حتى البط والطيور كانوا بيجيبوها لنا. احنا بلاش نشوف الحاجات دي خالص، حتى بلاش نشوف الموظفين. اين الموظفين؟
مالكش على الكاميرا بقى. احكي لنا على ايام زمان كده يا حاج بتاعنا. ايام الحلوه كده بتاع زمان. يا استاذ عماد، احنا كنا زمان بنروح نجيب الملح من الجمعيه. الشكاره ب 2 جنيه ونص. الشكاره ب 2 ونص، وده الملح متوفر. تشيل اللي انت عايزه وتاخده تمشي من غير ورق ولا الوش اللي بيعملوا لنا الايام دي. بنيجي قاعدين رش، ياخد المشرف يجي يشوف على الغيط. الكلام ده زمان. يجي يقول لك انت ترش بني سويد او رش ليسين او رش ملاسفل. يعني حتى بعرفك كمان يعرفني نوع الرش ازاي بنرش ازاي. لا الرش ده كده الارشاد دول كانوا الارشاد دي بقى مهندس زراعي. دلوقتي ولا بقى في ارشاد زراعي ولا في حد يلف علينا على الغيط ولا في مشرف ولا في مشرف بيجي ولا بتشوف حاجه ولا بيروحوا الجمعيه ويمضوا يروحوا. كانت بتلف لوده عربيات بنشوفها وعارفينها. لو كان في اي شكوى بنقف نقول له يا باشا الميه خست، ما فيش ميه جت، بيتصل ويجي لنا الميه. عنده خاطر الخير بقى وسبتوا لنا احنا الفقر احنا كده علموت احنا بقى. احنا عايشين في الفقر الايام دي. زي حاجه ده كانت السمنه البلدي والحاجات دي. السمنه البلدي كانت موجوده، كان الرطل ب 12 جنيه. لا ب 12 قرش. ب 6 ساق وب 7 ساق. دلوقتي ما حدش بيشوفها ولا بيشوف النباتين الاخر. الزيت لما عملنا وقعت كان اول نباتين دي عيب وكان نغطيه بالطرحه. كنا بنكسف نشتريه. كان حلو ومفرمل. دلوقتي بقينا نطبخ بالزيت وناكل بالزيت لما علينا تغشيشن. مالناش شايفين. يعني البلد حالها واقف. فلوس ما فيش. تيجي تاكل عايز تصرف لك 10 جنيه. ده فول وطعميه. اليوم ولا الاثنين تصرف لك 100 جنيه. تيجي تقبض، انا واحد زي انا بياخد 100 جنيه في الشهر معاش فلاحين. معاش. انا لما غلطت وقعدت ابحث في الخرجان واعزق في الخرجان وابحث في الغيط واطلع قوطه للخلق تاكل وبطاطس ياكلوا وبدنجان والكل بياكل من سعد انا وشقاوه وانا ومراتي واولادي وكبرت عندي 76 سنه. ياخد 100 جنيه. اخد 100 جنيه هيجيبوا له علاج. هيجيبوا لي علاج ولا يجيبوا لي سكن ولا يجيبوا لي كيلو لحمه. الكيلو لحمه ب 60 جنيه. انا لو جبت كيلو لحمه في الشهر بحاله ما حصلش. يا عم عزه نعم على الستة. يعني ده لو احنا جبنا لك البهايم ديت يعني اني يا عم واقف تحت رجليهم. اني واقف تحت رجليهم. انت بتعاوز ايه نعمله لك؟ احنا عايزين يا عم السلالات تجيبوا لنا حاجه حلوه. سلالات النابه النابه الفلاحين دي تجيب لنا بهايم وتجيبها لنا بالقسط. عشان انا مش هقدر ادفع 10,000 ولا 15,000 في الجاموسه. لو ماتت مش حد بيعوضك عنها ولا ولا حاجه خاصه. حد بيعوض ولا دكاتره. انما كده لما تجيبها لنا بالقسط هناخد الخلق كلها تاخد والخير برضه هيعم مش عليها لوحده. على الموظف انما هيعم على الخلق وفي الشارع. انت قبل كده انت بتحصلنا على الزمن بتاعنا احنا كده بقى. الحمى الكلوعيه ما جت عملوا ايه؟ انا اعرف ناس كتير ماتت مواشيها ما تمش تعوضهم انا كان عندي ضرر بارد جدا وناس ومواشي كانت فاتحه بيوت. كان عندي 3 بقرات وماتوا. خدت ايه؟ على ما جبنا الدكتور كان نتين وما رضيش يجي. قال ما بخرجش. بيجي الدكتور بتاعي والله ما جه. يا عم بيجي بعد ما بتنفع الحاجه بيجي. نقابه الفلاحين راحت اللي هو احنا عنقاها ومركز سوق والمحافظه قال لك ما بخرجش ويحاسبني ويكلمني واجي. يعني انت معنى كده بتقول ايه؟ معنى كده بتقول له حتى الحصر اللي حصل في القليوبيه ما مش حصر عمله هو يعني. وبقول له تعالى عشان تدفن بمعرفتك. يا عم مش عاوزين تعويض، تعالى شيل حاجه ادفنوها عشان ما ناخدش معاحده. قال لك انا مالي. بيقول لك ارميها في الترعه. انا ودوها مطرح ما تودوها. ارمي في الترعه. احنا بنتكلم واقع ما بنحطش ما بنحملش على حد. حضرتك هم ناس نفقت مواشيها ما تمش تعويضها حتى بس كانوا جم واستعنوا. ما استعنوش يا عم الحاج. مواشي بتأمن عليه. بتأمن في ايه؟ احنا في فوضى. اذا كان اللي بيروح مننا مستشفى بيسيبوه يموت. التمار بيقول لك ايه؟ طب خد ورقه اهي وهات علاج من الخانه من بره. مستشفى امال انا جاي لك ليه؟ روح مستشفى جاي مستشفى. كان اداك حقنه ولا اداك برشامه يبقى بحق. يكتب لك ورقه بيضاء يقول هات كذا من بره. يعني انت عاوز تامين صحه على الفلاحين. عاوزين تامين ده اهم حاجه. الفلاح المعاش ابو 100 جنيه بيعمل له ايه؟ بيعمل ايه السن 80 سنه؟ يا استاذ عماد الفلاحين هياكل ايه؟ نص الشعب
يراعوا الفلاح الغلبان ده. الشعب قامت الثوره من ساعه ما قامت الثوره من لحد بعد عبد دلوقتي. الناصر خربنا، الدنيا خرب. يا عم الحاج من بعد عبد الناصر الدوله خربت. عاوزين كل جمال عبد الناصر يرجع، دستور جمال عبد الناصر يرجع لنا. ثوره الرئيس الموجود هيرجع لك يا عبد الناصر. هو احنا حاسين بيه. انا عاوزين صبر عليه، بس كلنا احنا نشتغل باخلاص. كلنا معاه. الواحد شاف حاجه غلط يبلغ عنها يا باشا ما حدش بيسمعنا يا عماد الفلاحين باشا. القليوبيه. احنا بنناشد الدكتور مرسي على نظره عطف للفلاح. راجل مستجيب الفلاح اللي من ساعه ثوره يناير لا عمل اعتصام. الفلاحين لو عملت اعتصام او عملت اضراب يا دكتور مرسي يا أستاذ البلد مش هتاكل. يا عماد بيه الفئه الوحيده اللي ما عملتش اضراب ولا عملت اعتصام هي الفلاحين. عم الحاج فلاح غلبان. عم الحاج انا نفسي اناشد بس الدكتور محمد مرسي. الدكتور محمد مرسي باصص لكم ودليل بس يخلي المسؤولين اللي بنروح لهم ما بيوصلوش صوتنا. هي دي المشكله، هي دي المشكله. غير لنا الادارات. احنا عاوزين نساعد بقى الدكتور محمد مرسي. المحافظ نروح له يقول ادابهم ما بيدخلوناش. استاذ عماد احنا عايزين حاجه كمان، عايزين فصل سريع في شكاوى الفلاحين. لا ما احنا بنروح نشتغل عاملين زي اللي بيخبط في احنا انتخبنا الدكتور مرسي يريحونا بمسكنات. انتخبناه. طلع مسدوده تعالى سلك عينينا ما بيجوش. ما بيجوش. ده بيتخانقوا معانا. قهاوي مضروبه ما بناخدش. صلى على النبي. احنا من برهاس احنا عايزين نتكلم انا دلوقتي هاخد ايه؟ كوسان طيب الاول احنا طيب دي بنزل عند الفلاح وماشي، والدكتور مرسي مهتم بالفلاحين جامد ومش هيسيبهم واحنا وراه. دي شيء انا عاوزين ايه ناكد له ان احنا فعلا وراه وفعلا بعمل وفعلا لقينا في تقصير في حاجه معينه هنبلغ الجهات دي. طب هل حضرتك الفلاح اثر في الثوره؟ مش انتج واكل الناس اللي حاربت وغيرت الدنيا؟ تمام. يبقى الفلاح وحش؟ طب ليه المسؤولين لما نروح لهم بيستهتروا بالفلاح؟ ولادنا في البيت مثلا الدكتور مرسي وانا بناشده واحنا وراه كلنا كفلاحين غلابه يبص لنا بصه عدله ويبلغ المسؤولين في المحافظات. المسؤولين الموظفين الادارات الفاشله كلها على انهم مش مظبوطين. وانا بتكلم عن لساني، ان شاء الله تموتوني. لا بتكلم في الحق. الدكتور مرسي راجل من الشرقيه وراجل فلاح وحازم الفلاحين، بس احنا صلى على النبي عايزين نصبر عليه. احنا عايزين كتر خيره. لا مش نصبر عليه، هو ده رئيسنا ماشي وكلنا نعترف بذلك. نحترم القانون. لا طبعا يعني مثلا الملخص بتاعكم نقول مثلا الشغل الدكتور مرسي بيتكلموا يا عم وفي الاخر يقول لك ايه ده الرئيس ما عملش. لا عمل. لا مش على كده، يعني مثلا خطأ موظفين يقول لك الرئيس ما عملش، ده الحكومه ما عملتش ودي اخطاء والحكومه الكلام بتاعكم انتوا كده. اخطاء من ايه؟ من الموظفين. احنا ما شفناش الموظف الاداره القديمه. يا عم عماد صلى على النبي. انا عندي عيل في الجيش، 2 في الجيش 3 في الجيش. عملت ورقه مساعده عشان 3 في الجيش. يسرق قد ايه بقى؟ يصرفوا للي في الجيش اللي بيجي عايزك هي جايز له مش 50 جنيه ياخدهم واكلوا حته لحمه ولا اطبخ له. بيصرفوا 40 جنيه. ده يا ريت. وبيقطعوه 25 جنيه. والموجود والكشف موجود 25 جنيه في الشهر. ال 25 جنيه يجيبوا له عسكري شاي وسكر ولا يجيبوا له اكله ولا طبخه ولا مواصلاته. لا الفلاح بيعاني معاناه جامده. الملف بتاع الفلاحين مع الدكتور مرسي وان شاء الله ونفسي يا حاج ده كل سنه طيب وانت طيب يا عم الفلاحين وهو طيب والنقابه معاك في عيدك هي يا عم ربنا يكرمكم معاكم كل حاجه. واحنا بس نقطه ثانيه المباني على الارض الزراعيه يبصوا للناس اللي بانيه فدادين على بعضها وما بيستعملوهاش. انا راجل باني مثلا عامل زريبه ومخزن تبني بيت هتديلي ليه؟ انا وانا جاي لكم النهارده وانا جاي كده عطر الزراعه طوالي ماشي المقاولات تعوض كل اللي على الطريق الزراعي اتحول السبتيه وكلت بلح. انا معاك في دي دور المحافظ اساسا وساكت عليه. ليه بقى هو مش يعمل الحاجات دي؟ ليه مش فلاح ولا ده مستثمرين عشان يبني على نص فدان او فدان ولازم معدات ثقيله فيه وعارف في الاخر يقول لك ده الفلاح هو اللي بنى على الارض الزراعيه والفلاح اللي بنى على 100 متر بتهدله وده متهدلوش. يا استاذ عماد انا بطالب بعمل لجنه مشتركه بين الزراعه والمحليات. مفيش محلات دي واحده يا عم تفحص المباني دي اللي محتاج مباني وشغل مباني عامل مباني وشغلها وبينتج منها
يا عم الحاج نزل عليا مثلا اي عقوبات بسيطه، ادفع مبلغ مادي قصد البنايه. الغلطه ديت المفروض يتحاسب عليها محمد حسني مبارك رئيس فاشل. ليه بقى؟ ليه؟ لما عمل لجنه ثلاثيه. طب هو حسني اتحبس، احنا في الجديد بقى، احنا في الجديد احنا في الجديد. لا مش عايزين مش عايزين نحمل اخطاء مش اخطاء، لا دي اخطاء فادحه. يا حاج صلى على النبي. ارض الوقف اليومين دول وبنوا عليها عمارات 12 و15 دور. ارض الوقف خدوها مننا وبندفع احنا اجارها دلوقتي. انا هقول لك الخطا جه منين؟ ده اللي يمضي الخطا. انا هقول لك الخطا جه منين. الخطا جاي من اللجنه الثلاثيه. اللجنه الثلاثيه دي عباره عن ايه؟ زراعه، شرطه، وحده محليه. كان الاول بتاع الزراعه هو اللي كان مسؤول كامله عن القريه او البلد اللي فيه. لو حد قال طوب يهدرك فورا مباشر. ليه؟ عشان هو كنا بنتعامل مع واحد بس. لما عملوا الاثنين تقدير مع ده ودير مع ده، وبعدين لما اللجنه تتحرك يكون انت بنيت وشطبت الركس، حطيت المسؤول في احراج وتيجي على دماغ مين؟ على دماغ على رئيس الوزراء وعلى الرئيس. احنا عايزين نكرر المشكله ثاني. لا مش عايزين نكرر. اخطاء انا عارفها. المفروض اللجنه الثلاثيه تتلغي. المسؤول عن الارض الزراعيه بتاعتي ديت اللي هي الادارات الزراعيه. ايه داخل المحليات ولا داخل اللي بتاع مين دي؟ ده احنا يوم بليله لقينا الدواوير دواوير محمد علي باشا مبنيه اثريه. بصينا لقينا الحاجه تشتغل فيها وما بيهدوا دول ليه يا جدعان؟ قال لك ده خلي الشراكه. انا عارف ارض الوقف اتباعت ازاي وراحت فين؟ عمارات اللي بتبني عماره من يناير عشان طلع له 15 دور. واحنا مش فاهمين واين فلوسها دي راحت فين؟ عشان ساكن الشعب 1000 جنيه. دي مش فلوس دوله؟ فساد. اسمه فساد. وباعوا تاني اللي يمضي. باعوا تاني في الفساد فقها بيعير ريح الكوبري بتاعها الجديد. يعني يعني مثلا كلامك كده بتشير بنقول يا جدعان امنعوا وقفوا اي بياعه في خطر هنا اهو. الفساد اهو. الفساد موجود لسه ما زال مشاكل. احنا بنناشد كل المسؤولين الفساد موجود ونحترم المسؤولين. اي واحد شوف اي حاجه يا جدعان. شوف الرئيس محمد مرسي والحكومه. احنا بنناشد الدكتور مرسي دلوقتي على ارض الوقف اللي بتتباع حاليا وعاملين لها مزاد فقها حاليا في ارض تاني. والخطأ موجود يا سيادة الرئيس. احنا فلاحين وبنتكلم وارجو تسمعنا. واما اروح لسيادة المحافظ 20 نوبة يمسكونا يزقونا ويمرمطوا لنا الارض هناك وفي شهات على الكلام ده. ولو معايا محمول بيصور غادر اشتريه كنت خليت واحد صورني واحنا بنتهان على البلاط. يا سيادة الرئيس رجاء تسمعنا كفلاحين وفلاحين الدولة ونقابة الفلاحين. نقابة الفلاحين العامة يرؤسها الاستاذ محمد عبد القادر. وانا بناشد سيادة الرئيس نفسه الراجل الشيخ الدكتور الاستاذ اللي بيعلمنا. عاوز العدالة بتاعتكم بتاع حضرتك. مش عاوز عدالة حد. ورجاء الادارات ومحافظ القليوبية خاصة اللي بهدلنا في المحافظة ولا بنعرف نخش له ولا للسكرتير وحتة واحد بقميص مشجر هناك يزقنا ويشقلنا بره. هل ده ينفع؟ وليا 100 شكوى بقالها سنه من قبل حضرتك ما تمسك ولا حد بيستجاب لي في حاجه. ويا ريت تطلبني بس احنا نخاف نجيلك من اللي حواليكم. لا عايزين تسمعونا يا ريس. الراجل فتح كل حاجه. طب اروح له ازاي؟ انا مستعد. طب مدام فتحي يا عم عماد انا قدمت شكوى في المحافظه ورحت قبل المحافظه واحده وعندي ارقامها. قابل سكرتير عام المحافظه قال لك ممنوع. بيمنعونا. رحت قدمت شكوى للدكتور مرسي وسالت عليها بعد 10 ايام ادوني حته ورقه صغيره والورقه اهي. اهي ان اروح اقابل سكرتير عام المحافظه. رحت يا دكتور مرسي ما عرفتش اخش. ما عرفش. لا برضه لا الامر من قبل المحافظه تتغير صغير في كبير. المحافظه تتغير كلها ان شاء الله. على ان القديم كله موجود في المحافظه. الدوله سالف من ايام حسني مبارك واخدين على التواكل وعدلت لهم مرتباتهم. اقل واحد بياخد 1000 و1200 جنيه وما بيشتغلوش بربعهم. بس وانا هتكلم على قمح الجاموس ده من كتر ماشي. عايزين الجاموس نرجع للجاموس البلدي الاصلي بتاع زمان كان بيحلب معانا طول العام. كان بيستعملها في صيف وشتاء واستعمال صيف وشتاء
بتتحمل حتى درجه الحراره العاليه. يعني بتتحمل الجو والبرد وبرد حر كله، وحتى هاديه، كان اساسها هي هاديه. وزياده في الانتاجيه. والعلف مع العلف اللي هو كان بيجي لنا كوز بزمان اخضر، كنا بنستلمه من الجمعيات الزراعيه ببطايق تامين، ويدوا للبهيمه يجوا يعدوهم في البيت ويلبسوها حلقان في ودانهم. الدبل دي اللي هي الدبل اسمها التامين عن الماشيه. هو الفلاح بيتأمن عليها عشان تأمن على المواشي. كان زمان، كان في زمان كان بيقولوا زمان جهل، انما لا. يعني الهرم بيضعفوا قصاده العالم دلوقتي عشان كان علم، انما الجهل في الوقت اللي احنا فيه. دلوقتي في تأمين برضه، بس يا خسارة بس فين؟ ما بيشيلكش وقت الزن. لا مش بيشيل. تدفع في البوليصة 450 جنيه، ووقت ما تنفع حاجتك ما حدش يديك تعويض. طب يا عم الحاج، طب التأمين فين؟ ما حدش بيديك تعويض. لا احنا بقى نقول للمسؤولين فين التأمين يا عم الحاج؟ فين؟ ما توفر لي الجاموس اللي يتحمل درجة الحرارة اللي البركة عالية في النقابة. وراجل النقابة اللي معانا النقيب بتاع القلوبية. ما احنا قلنا للسيادة بشرنا النقيب بخبر جميل ان النقابة اتعاقدت على. يا ريت. طب هيقضينا؟ يا ريت. احنا جاهزين، احنا عاوزين نعيش لرخاء للبلد. سيبك من دي، عاوزين رخاء للبلد. جبنا بكام؟ التقاوي يا عم الحاج. والتقاوي الذرة اللي المسؤول عن المسؤول بتاع وزارة الزراعة قال عن التقاوي، قال ان انا عندي تقاوي هوجن فردية الكيلو ب 20 جنيه جبناه يا سيادة المسؤول، طلع مضروب. تعال عين عليه، تعال عين عليه. نعمل ايه؟ التراوي موجودة على الطبيعة، الزرع موجود. تعالوا مفيش في حاجة، الفدان مفيش فيه. احنا بنقولش حاجة. الشركات الخاصة يا عم الحاج، الشركات الخاصة اللي بتجيب تقاوي الكرنب والخضار والقوطة بدأوا يضربوا كل حاجة. يجيبوا الجرام ب 20 جنيه. يعني انت عاوز يا عم جديد، انت عاوز التقاوي تبقى من الزراعة طبعا، متوفره في الجامعات العاليه، من الزراعة ومن الوزارة، بس يبقى كويسة. في الوزاره يا دكتور مرسي، انا جبت تقاوي الوزارة طلعت بايظة بتاعت الخضار، الفلفل طلع فلفل شطة، البتنجان على كل لون. يا عم الحاج جديد، احنا عاوزين التقاوي تيجي الجمعيات تتوفر زي زمان. كنا ملحنا كل الملح ده بيساعد الفلاح. فول الصويا والفول الصويا اللي بقناش نشوفه نزرعه ونرميه، ما فيش حد بياخده. الاول الجماعه بتاخد الفول الصويا بتاخده والله. كان بياخده في الرخص بكام؟ من 550 لحد ما وصل 1100 جنيه. يا عم ده التجار، والاخر زرعناه قعد في البيت 3 سنين لما سوي رمناه. التاجر يعني التاجر ده هو اللي بياكل قطنه. التاجر هو اللي من البلد. في الذره حاليا دلوقتي ب 160 جنيه الارداب بالذره. التاجر اللي بيجيب التاجر اللي بياخد مني يعني المظلوم ده دوت صاحب الارض والمستهلك، الفلاح المستهلك الغلبان. الذره والله العظيم الفلاح خربان اللي يا عم الحاج رضا. الذره بيتباع الارداب دلوقتي 160 جنيه. لا في تجار بتاخده وصل ل 220 جنيه. 220 جنيه يجيب ايه؟ ده الاصفر يا عم الحاج. يجيب ايه؟ الاصفر يجيب ايه؟ طب بقول ايه؟ موزونه هناك اهو ب 80 جنيه. خلي حتى هيجيب الايراد اردب ما بيوصلش. لا وزارة الايراد قد ايه؟ السنه دي لا. التقاوي بيتزرع بقد ايه؟ بياخد كيماوي بقد ايه؟ بياخد ري بقد ايه؟ بياخد مبيدات بقد ايه؟ بياخد حصاده بقد ايه؟ ميه بكام؟ الميه بالمتر دلوقتي. الفلاح بنظره تعاطف شويه، الفلاح الفئه الوحيده اللي طب من قله الميه الذره باظ عندي ويجوا يعينوا عليه الصبح وانا استناهم هنا. الذره ما كبرش هناك اهو، شبر قدامي اهو، يجوا يعينوا عليه. او الخضار دلوقتي بالنسبه لبنك التنميه دلوقتي، بنك التنميه خراب، ما بتعرفش تكلم حد فيه دلوقتي. هو ده الدكتور مرسي مشكورا يشكر. انا هشيل دينه على الفلاحين. ما تنفذش يا عم الحاج. هو الفئه ال 10000 جنيه ماشي. شالوا مين؟ والبنوك دلوقتي بتعمل حصر. ايوه على البنوك دي، احنا شغالين على المديونيات ماشي. دلوقتي دوت رقم واحد. المشكله مش مشكله بقى، مش في الشيء. لا يعني ده دوت احنا بنطرح، يعني انا كنقيب محافظه ايوه بطرح مشكله وعاوز واديك حلها دلوقتي اهو. ماشي. انت ابويا الدكتور محمد مرسي ده اب لنا كلنا، اب للكل المصريين، واحنا غلطنا ولاة الادب ماشي. وانت دفعت لي مره واثنين وثلاثه سليم يشكر. طب ما انا برضه هغلط تاني. انا عاوزين ضوابط تتحط في البنك بحيث ما اغلطش تاني. اللي معاملته وحشه ما يتكررش، ما يسرقش عن طريق الكمبيوتر. بعد كده عشان ما يجوش يقول لك ايه ده احنا برضه مديونين تاني والرئيس يشلنا والحكومه تشلنا. احنا عاوزين البنك يحط ضوابط عشان الحاجات ما تفشلش تاني. طب في نقطه يا عماد بيه، اتفضل. يعني سيادتك احنا طلبناك كنقيب المحافظه للفلاحين عشان تتكلم، احنا مش قادرين نوصل صوتنا لحد. يا عم احنا معاك اهوت. ففي نقطه بالنسبه للبنك الائتمان الزراعي، هل ائتمان زراعي للاملاك الرايجين برضو
ولا ليه الفلاح اللي في ارضه واقف كل 5 يمتلكوا نص فدان و6 و7 و20 يمتلكوا 5 قراريط وموجودين. فين السلف اللي نيجي نروح نجيب 500 جنيه نجيب ملح للارض ما يدوكش. بيقول لك لا. طب نجيب له بيت مسجل منين؟ ده هي كل واحد في اوضه زي زمان، ويجي سياده الريس ايه يعين. اللي دخل السكن في الزراعه؟ ما انا هقول لحضرتك، ما انا عاوز اعمل الارض، يعني اجيب له بيت منين مسجل؟ عاوز أجيبه منين؟ عاوز يحملك، يسهل لي. لا وعاوز يحولك استثماري. يحولني زي ما يحولني، لا بس ازاي؟ يديني فلوس. الاستثماري وضع والزراعي وضع. لا ولا بيدينا كده ولا كده. بنك الزراعه الاول يمنع. كانوا بيدوك، بيعملوا لك سلفه على البهايم، بيدوك سلفه على الارض على الزراعه، على الزرعه 5000 و10000. على الزرعه بمشي نفسي بشتري ملح، اشتري رز. ايوه بمشي نفسي. وما نجيب الزرعه نديله. اصبح دلوقتي ما فيش خالص. حاجه نهائي. تقول لك هات لي بيت مسجل. يدوا لصاحب الملك اللي بس. هو عنده الوفات. ادفع له خير. عيد للفلاحين. كل سنه وانت طيب. الدكتور محمد مرسي والدكتور محمد طيب بحكومته اللي شغالين الفلاحين، وان شاء الله هتشوفوا خير ان شاء الله. احنا ان شاء الله متبشرين بوشه خير الدكتور محمد مرسي بصراحه. رب لنا من البشر كالدكتور مرسي والسيد رئيس الوزاره اللي عاجبنا الشاب الحلو الجميل ده. بس يتوصلنا كان وزير ري قبل كده. احنا بنطلب حضرتك ترعه اهل الشاميه واداره اليوم فاشله كامله يا باشا. والله كررتها الشكوى عندي وارقامها، ويكذبوني قبل ثوره وبعد ثوره. ارقامها موجوده عندي بس يكذبوني قدام العالم كله. ان شاء الله الترعه والله، وكل ما اروح يسدوا ودانهم. والله الراجل مهتم بالفلاح جامد. فلكان للسيد نقيب المحافظه. هنشوف خير ان شاء الله. لكان للسيد نقيب المحافظه خليه زي عبد الناصر. ان شاء الله هيبقى احسن عبد الناصر. هو الدكتور مرسي. واتفرج الدكتور مرسي بالصلاه على النبي كده. روح عبد الناصر وصوره الرئيس جمال عبد الناصر ان شاء الله. انا متبشرين بوشه ان شاء الله الحلو السمع كفلاحين اهل غلابه. الارض واقف مش لاقيين ياكلوا. كفايه ده عارف ربنا دي كفايه حد ان شاء الله ان شاء الله. خلاص. ادي ترعه خليج بنسقي منه، وزاره الري تراب اهو. ادي خليج، واللي تحت الكراكه طلع شوك كامل. شوك ده خليج انا قاعد فيه كبير بيسقي 200 فدان 250 فدان. رحت الري اطالبهم بفحت الخلجان وعاوزين ميه، ما بيردوش ولا بيسمعوش وخرس. ادي الشوك، شوك من الاصلي اهو. وادي الشجر، وادي الخليج بردمه اهو، وادي العفاشه. ادي خليج بيسقي 250,000 فدان. ينفع الكلام ده؟ احنا بنقولش حاجه كده. عاوزين تشوف الشوق. ادي الخليج اهو، ادي تراب اهو. رزق الميه بقاله 8 اشهر هتشوف. ودي بتعينه على الخلجان الصبح. انا جاهز لكم. ادي الخلجان. اخش الشوك ازاي بقى اهو؟ طب اخش منين؟ فين الكراكات؟ فين المساعده بتاع الفلاح الغلبان اللي زينا؟ في حته ثانيه؟ هناك. امشي لك من الخليج؟ ادي الخليج، ادي خليج اهو. انا ماشي في قلبه اهو. شوف طب اخش ازاي حتى لو في ميه؟ لو في ميه جت اسلك ازاي؟ فين الكراكات بتاع التحسين بتاع زمان؟ اولا يعني كل حاجه ما فيش فيها كده على الحقيقه والواقع، واحنا جاهزين لاستقبالكم. اشيل تراب تاني من هنا. ادي زرع من الزرع اللي احنا عندنا سبب ما طلبنا السيد نقيب محافظه القليوبيه ليساعد الفلاح. ادي زرع ده ممرود كله. ده ممرود من قله ايه؟ الرش الصح، ومن قله الخدمه الصح، ومن قله الملح، ومن قله الميه. ادي زرعه. ادي فيه العيدان اهو الشغله. ده عود فلفل. الكرمشه ديت اهي يطلع منين؟ صرف عليها كام ده؟ ادي القوطه اللي بقت ب 10 جنيه. هتجيب منين؟ إيه؟ القوطه اللي الكيلو بقى ب 10 جنيه. السبب مين فيها؟ هل الفلاح ولا السيد المسؤول؟ يعني مين المسؤول عن الحاجات دي كلها؟ احنا كفلاحين تحت امر البلد. الميه اجيب ميه منين؟ اهو ادي الارض قله ميه. اخد دوري على ماسوره ما بقتش تطلع ميه. ادق كل يوم ماسوره. اجيب منين؟ ايه الزرع اللي جاب لي السنه دي؟ ولا جاب لي انتاج ولا جاب لي فلوس؟ اعمل ايه؟ حلو كده؟ ماشي. ادي الشطه. شوف العود. ادي العود الشطه اهو.
ادي الشطه اللي كانت بتجمع غلق زمان وكنا بنزهق فيها. ادي الشطه دي شطه عود شطه اهو. العماله مش لاقيين عماله، مفيش فلوس نجيب عماله. شوف العفش دول ايه منور اهو. طب نعمل ايه تاني؟ يعني فقر من كل يوم. نفوت على الصحراء تخضر، نشأة خدود الناس تحمر، والمسؤولية ما بين أحضاننا مقاديف تقربنا من البر. واصغر مهمة برضك مهمة، واصغر مهم برضك مهمة، الثورة همة الثورة همة، واصغر مهم برضك مهمة، الثورة